انا جاي لكم على الرايق. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع منجز. فيديو عشان تعرف كل التفاصيل الكامله عن ولاعه زيبو، الولاعه اللي سنه الاصدار بتاعها هي سنه 40. زي ما انت شايف كده الكتابه من تحت مختلفة تماما عن اي كتابة شفتها قبل كده في ولاعة من ولاعات زيبو. اما كمان الولاعة الداخلي بتاعها مختلف، رغم ان الحالة الخارجية بتاعتها بتقول انها ممتازة. وانا عايز اقول لك لو كنت صورتها لك قبل ما تشوف الحالة الداخلية الحالة الخارجية بتاعتها ما كنتش تتوقع انها توصل للحالة دي. ان شاء الله اصور لكم بعد كده فيديوهات من جوه الورشة. تعالوا نشوف الحالة الداخلية بتاعتها. الفتيل بتاعها باللون الابيض، وعايز اقول لك ان المكنة بتاعتها مختلفة تماما عن مكنة الزيبو العادية اللي انت بتستخدمها. مش مختلفة من حيث حاجة اكتر من هي من حيث الماتيريال مختلف وقوي جدا، وبسم الله ما شاء الله يعني لسه بحالته. زي ما انت شايف هنا كده كلمة زيبو. هتقول لي الموديل ده سنة الاصدار بتاعته كام يا منجز؟ اقول لك سنة الاصدار بتاعته 40. وده مش كلامي ولا كلام حمدي السواق، خش على جوجل واعمل بحث هتعرف توصل للي انا بقوله لك بسهولة جدا. اما هنا كده ده مكان تغيير الحجر والخرم الرفيع اللي احنا ما ننساش ان هو ده ممكن نحط فيه حجر سبير، وطريقه الملو بتاعتها سهله جدا. بترفع السفنجه وتملى بشياكه كده ببنزين منجز اللي بيجي لك هديه معاها، واللي بيسال على سعر البنزين السعر بتاعه 50 جنيه. بتملى الولاعه بشياكه بطريقه الملو اللي احنا عرفناها لك على القناه. فانت لو مش مشترك ومش عارف طريقه الملو هقول لك ايه، ده قرارك انت لازم تكون مشترك من دلوقتي. هنا كده كل حاجة عن الولاعة، وبقول لك ان دي حتة من الحتت القليل جدا اللي تم اصدارها، او لسه اسف هتلاقيها موجودة ومتاحة لحد دلوقتي بالحالة الجميلة القوية ديت. لو انت مهتم فعلا بزيبو وبتحب الموديلات فالموديل ده هيكون موديل جامد، وتقدر تتواصل معانا على الواتساب عشان تعرف كل التفاصيل من منجز. كان احلى فيديو ولا ايه؟ احلى سلام.